تحياتي للجميع، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم اخوتي كان الحكم عند خديجه اللي ولدات المولوده وحطاتها في الشنطه وخبعتها في الماريو. اليوم تحكمات ب5 سنوات سجنا نافذه ودرهم كتعويض رمزي للزوج ديالها. هاد السيده هادي اللي القصه ديالها اي واحد سمعها تيقولك مستحيل تكون ولدات بوحدها ودارت هادشي بوحدها. هاد السيده اللي حملات راسها المسؤوليه وقالت في المحضر الاول انها ولدات بوحدها وقطعات الخلاص بوحدها، يعني الحبل السري، ودارت المولوده في الشنطه وخبعتها في الماريو وخبعات الاثار ديال الولاده بوحدها. اي واحد سمعها تيقول مستحيل وحده دير هادشي هذا، وبخصوص انها باقا صغيره في السن، عندها 24 سنه. ومن هادشي كامل ان المشيمه اللي هي الخلاص باقا لها في الكرش ديالها لاصقه، غتنوض وغدير هادشي. وحنا كنعرفوا بان المشيمه هي اللي كدير واحد النزيف حاد وكدير واحد الوجع اكثر من الولاده. ميمكنش اخوتي، والمراه كتولد وتكون صافي يعني سالات لا من الخلاص لا من كل شيء، وكتكون فاقده القوه ديالها. كيفاش هاد السيده هادي باقا ما خلصات، يعني باقا المشيمه عندها في كرشها. كيفاش هاد السيده غادي تنوض عندها داك النزيف حاد، غادي تنوض وغادي تشد داك البنيته وتحطها في واحد الشنطه وتخبعها في الماريو وتجي وتصبن وتصيق وتخبع كاع الاثار ديال الولاده باش الراجل ما يسيقش الخبار والعجوزه ما يسيقش الخبار والشيخ ما يسيقش الخبار. من سابع المستحيلات. اي واحد تسمع تيقولك مستحيل هاد السيده هادي غتكون دايره هادشي بوحديتها. وفي الاخر اخوتي هاد السيده هادي غادي يجي واحد نزيف حاد الليل كامل، لا غدي كيهزوها للطبيب كيديوها تيقولوا لهم هاد السيده هادي راها نفيسه والده، فين داكشي اللي ولدات؟ غينطق الراجل وامو تيقول لك هما ما فراسهمش السيده حامله اللي ما عمرها ما تمكن. واحد الراجل عايش مع مرته 24 ساعه على 24 ساعه وتيقول لك هو ما عارفش مرته حامله. اللي واحد المراه كبيره اللي هي العجوزه يعني فايته عليها وعارفه بزاف ديال سميتو، كتقول لك هي ما عارفاش بان البنت حامله، عروسها حامله. نقولوا حنا داك العجوزه ما عرفاتش، وهذا الراجل اللي عايش مع مرته في بيت واحد كيفاش ما عارفش مرته حامله؟ واحد بصير وكيقول لك راه مرتي حامله، ولو يحط غير يدو ويعرفها بان مرته حامله، وهذا بعينيه حتى يشوفو ما عارفش مرته حامله. من سبع المستحيلات اخوتي. وتجي هاد خديجه وغادي يجيو عندها البوليس للطبيب وغتهز الدقه بوحدها حفاظا على الزوج ديالها. هادشي كامل باش يبقى لها راجلها. غتقول لهم انا راه البنيته راها في الشنطه راه في وسط الماريو، وانا اللي قطعت الخلاص اللي هو الحبل السري، انا اللي صبنت كلشي وسيقت كلشي ودرت هادشي كامل بوحدي باش ما يتشدش راجلها. غادي فاش غادي صافي يحبس النزيف اخوتي وغدير المراه شويه واحد اليومين ولا 3 ايام في الطبيب، من الطبيب كملت نفاسها في سجن عكاشه. والصدمه الكبرى هي انها فاش غادي تدوز واحد 3 الاسابيع غيجي عندها العون القضائي وجايب لها ورقه ديال الطلاق باش تسني عليها. هادشي كامل دارتو على هذا الراجل، وفي الاخر مصيفط لها عون قضائي باش تسنيلو على ورقه الطلاق. زدقات ضاعت في داك المولوده، زقات في البنيته الاولى اللي والدها معاه ما بقاتش كتشوفها. الراجل ها هو صيفط لها ورقه طلاق، والديها خاص باها كيتقطع قدامها وما لاقي لها حتى حيله. هذا ميساج، هاد القصه ديال خديجه ميساج اخوتي، ميساج لكل مراه او كل راجل. المهم انا ما غنعممش، يا مراه يا راجل اللي ثقه في شي حد ويبغي يهز الدقه بوحدو. انا قلت لكم يعني بصفه عامه يا راجل يا مراه اللي يثق في شي حد ويبغي يهز الدقه بوحدو يجب عليه تحمل المسؤوليه، كما خديجه تحملت المسؤوليه بوحدها باش راجلها ما يتشدش.
هي كتودي 5 سنوات. هاد 5 سنوات اللي هي دابا عندها 24 عام تخرج مسكينه عندها 29 عام ولا 30 عام ولا شنو. المهم شنو في يكون في الستينات، الله عالم. هاد السيده اللي عيات ما تحارب باش راجلها يبقى ليها، ما بقى لها لا راجلها لا بنتها الاولى لا بنتها الثانيه، كلشي مشى لها. حتى الشباب ديالها غيمشي لها، يمشي لها في السجن. شتي؟ واخا خوتي بدلات الاقاويل ديالها من بعد ما جاتها ورقه الطلاق، بدلات المره الثانيه الاقاويل ديالها وقالت لهم لا راجلي فراسو انني حامله، عجوزتي فراسها حامله، وقالوا لي ما تقوليهاش لوالديك. والنهار اللي جاها الوجع قالت لك دخلات هي وراجلها للبيت ديالها وهز عليها جنويه وقال يعني هاد الهضره كيقولها باها، هز عليها جنويه وقال لها وتحملي المسؤوليه ديالك. قال لها هز عليها جنويه وقال لها تحملي المسؤوليه ديالك. كان عليها من الاول فاش جاوها البوليس للطبيب كان عليها تقولها لهم نيشان، تقول لهم انا هز عليا جنويه اش وقع لي واش وقع لي، ما نكذبش. دابا غتحمل مسؤوليتها بوحدها، يعني القانون لا يحمل مغفى. هي قالت بان انا دايره هادشي، انا اللي درت هادشي بوحدي، انا اللي فعلت بوحدي، انا اللي سرقت بوحدي. تحمل المسؤوليه وتحمد الله على هاد ال5 سنين. واخا هي الصراحه راه صعيبه وبقات فينا، راه بقات فينا بنت يلا العمر في العمر ديالها 24 ساعه يلا قالت بسم الله غتمشي دفنوا شبابها في مور الصوار ديال السجن. راه صعيب الحال وبقى فينا اكثر اخوتي، بقى فينا باها اللي هو ميت هو واقف، ماشي حي ميت وهو واقف. ولكن ما غنديروا له. بنتو اللي هزات المسؤوليه بوحدها، بنتو اللي هزات الدقه بوحديتها. وهادشي كامل راه كنتهمها الزوج ديالها بان داكشي اللي ولدت واقيلا ماشي ديالو. قال لهم واقيلا حيت ما قالتليش يمكن هادشي ماشي ديالي. دارت الخبره ولقاو البنيته بنتو المولوده، لقاوها بنتو شويه قالك هو ما فراسوش، شويه صافت لها ورقه الطلاق. يعني ها الغدر فين وصل لخديجه. خديجه اللي مشات ضحيه ديال واحد الزوج اللي ما يستحقهاش، واحد الزوج اللي شنقولك الا كان بالفعل حتى هو مشارك في هذه الجريمه الله ياخذ الحق في هذا العواشر. هادشي اللي غادي نقوله، لان اكيد هو راه عنده شي داخل في داكشي. شوفوا البنت فاش هبطات مسكينه خديجه هبطات للسجن، قالك باها عمر راجلها ولا عجوزتها مشاو عندها، عمرهم ما داروا لها زياره. يعني هذا الراجل هذاك كان قلبه محروق على مرته غادي يمشي يشوفها، غير يعرف شنو السبب اللي خلاها ما تقولش. مشي يقول غير نمشي نجلس نشوف شنو علاش ما هضراتش، علاش ما قالتش، علاش دارت هذا الشيء بوحدها، علاش تكون عنده بزاف ديال الاسئله ويبغي يمشي يشوف علاش مرته خبعات وعلاش مرته ما قالتلوش وعلاش مادام عمرو ما صدم عندها، عمرو ما قال غنمشي نشوف داك البنت داك المراه. يعني هنايا باش تعرفوا اخوتي ما عندوش علامه استفهام، عارف كل شيء، ما محتاجش عاد يمشي. هاد السيد بغى يحيد راسو بحال الشعره من العجينه مع هاد السيده هادي، ها هو حيدها. واش غادي نقول لكم اخوتي؟ نتمنوا في الاستئناف يكون شي حل لهاد السيده، نتمنوا ان ربي يوقف معاها ومع بخصوص مع الاب ديالها. انا والله القسم لا بقى فيا الاب ديالها، لان شنقول لكم الضحيه هما الوالدين ولا حول ولا قوه.